السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ يعني السؤال اللي محير الناس الفتره دي، نشتري دلوقتي ولا ما نشتريش؟ طبعا يعني العربيات سعرها بيزيد بطريقه مرعبه، وناس كانت مأجله موضوع الشراء من شهور فاتت تقول لا مش هشتري باوفر برايس، هستنى لغايه ما الرسمي اشتري، مش هشتري باوفر برايس الرسمي. فضلنا في القصه دي لغايه ما الناس حاليا كانت بتقول يا ريتني اشتريت باوفر برايس من 10 شهور فاتوا ولا من 5 شهور فاتوا، وما اشتريتش بالرسمي بتاع دلوقتي. سريعا او يعني عايزين زي ما نقول كده الزتونه، نشتري ولا ما نشتريش؟ لو انت مضطر تشتري، لو انت مضطر يعني العربية مثلا بتاعتك خلاص اللي هي انت مثلا زهقت منها، او بدأ زي ما يقول كده تفتح بقها وصرفت عليها كتير وبرضه واتخنقت منها، بيع واشتري. يعني تبيع وتشتري على طول لو انت مضطر. لو انت مش مضطر او معاك مثلا عربية وعايز تجدد او تغير الموديل للأحدث وكده وخلاص، لا ما انصحش بالموضوع ده. لان انت حتى لو هتبيع عربيتك بضعف سعرها اللي اشتريتها بيه، انت هتشتري بسعر اوفر 200 و 300 الف جنيه. فانا ما انصحش بده، ما انصحش انك تشتري لمجرد التحديث. لو انت مضطر تمام اشتري، مش مضطر ما انصحش الموضوع ده. فيا ريت يكون الفيديو افادكم بحاجه، ولو في اي سؤال يعني ممكن تكتبوا لي في كومنت او تبعتوا لي على الفيسبوك او على الانستجرام. وما تنسوش بقى تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب اكيد على اليوتيوب. السلام عليكم.